الأم ما بتتعوضش بأي تمن خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالأم وقال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. كلنا أول ما بندخل البيت بنقعد ننده: فين ماما؟ ماما فين؟ ممكن ما نكونش عايزين أي حاجة، بس عاوزين نحس بالأمان. فعلا صوت الأم في البيت هو الأمان، والحرمان الحقيقي بجد إن الإنسان ما يسمعش صوت أمه وما يلاقيهاش في البيت. الأم ما تتعوضش بأي تمن. مهما حصل مفيش أحن من قلب أمك، مفيش نور طالع غير من نور وجود أمك وأبوك. فعلا الجنة تحت أقدام الأمهات. استمتعوا بأبوكم وأمكم، هم على قيد الحياة. استمتعوا بقربهم، بحنانهم، برحمتهم ورضاهم عليكم قبل ما بتندموا ويفوت الأوان. معايا قصة عايزاكم تسمعوها. كان في شاب طبيب ناجح جدا ومشهور، راح اتقدم لبنت من عيلة كويسة جدا. البنت عرفت كل ظروف الشاب كان باباه متوفي من وهو صغير، والأم اشتغلت علشان تربيه وتخليه ناجح، بس اشتغلت في البيوت مربية. البنت لما عرفت كل ده اشترطت عليه شرط علشان يتم الفرح: ان الأم ما تحضرش، لأن طبعا مش مستوى الفرح ان الأم تحضر. والشاب كان بيحب البنت دي جدا، وكان محتار جدا ينفذ كلامها ويزعل أمه ولا يعمل ايه. كان عنده أستاذه صاحبه جدا، وبيحكيله بيستشيره في كل حاجة هو بيعملها، بيعتبره زي والده. راح وحكاله كل حاجة، وحكاله على شرط البنت. قال له: عايز أطلب منك طلب النهاردة، تروح النهاردة تغسل ايد أمك، وبكرة هقولك الحل اللي انت تنفذه بالظبط في المشكلة اللي انت فيها. استغرب جدا الشاب من طلب الأستاذ بتاعه، بس راح ونفذ. راح غسل ايد أمه، وهو بيغسل ايد أمه اكتشف ان ايديها مليانة جروح جدا من كتر الشغل، وهو ما كانش واخد باله منها. وايديها مرهقة جدا ومليانة جروح، كل ده علشان هي بتشتغل علشان تربيه وتخليه ناجح وتوصله ان هو يكون طبيب شاطر. ساعتها دموعه بقت عمالة تنزل، وبقى ازاي هو مش حاسس بأمه كل الوقت ده كله. وساعتها حس ان كلام أستاذه ان هو يروح يغسل ايد أمه طبعا ليه مغزى كبير، انه حس بقيمتها وحس قد ايه هي تعبت عشان خاطر تربيه. وفعلا حس بقيمة أمه، وإنه عمره ما هيضحي بيها ولا هيزعلها أبدا علشان خاطر حد تاني. واتصل بالبنت وقال لها: للأسف احنا ما ينفعش نبقى لبعض، أنا أمي تاج فوق راسي. فعلا الأم ما بتتعوضش بأي تمن. اوعوا تضحوا بأمكم علشان خاطر حب، علشان خاطر ارتباط، علشان خاطر انتوا مكسوفين من أمكم وأبوكم فوق راسكم. يا إما هتندموا ندم شديد ان انتوا مش فخورين بيهم. مهما كانوا ومهما عملوا، دول تاج على راسكم، لازم تفتخروا بيهم. تفتخروا بيهم ان هم ربوكوا، علموكوا، كبروكوا. الأم والأب طول عمرهم بيحبوا ان الابن يبقى احسن منهم، فلو انت طالع ناجح ده يبقى دليل على حبهم ليك، دليل ان هم نفسهم تبقى حاجة كبيرة. اوعى تزعلهم خالص طول عمرك،